بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، نلتقي اللحظة من ديار المهجن، وبالضبط من مدينة تراغونا بإسبانيا. ومعنا ضيف ليس كباقي الضيوف، مغربي وطني ملكي بامتياز، أعطى الكثير، ناضل من أجل المجتمع المدني، ولا زال يكافح ويقاوم لرفع راية المغرب مرفرفة في السماء تحت شعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك. الإخوان والأخوات، السي الحسن بومخطاف اسم دائع الصيت. علاش؟ لأن من الناس اللي كيبذلوا المجهود من أجل العمل المجتمعي، خدمة لهاد المواطنين وخدمة لهاد فلذات أكبادنا والعاملين بالمهجر، واللي كيحاول طرق تاع التواصل وغيرها، ودرايته إلمام لما هو قانوني، لما هو اجتماعي، لما وإلمام الثقافة الإسبانية أنه يكون وسيط فعلا. وهذا ما حقق له باش يكون واحد الجمعية اللي الدور تاعها هو هذه الوساطة، والتي تسمى ب اسوسياسيون اونترسان، بمعنى هي رابطة الوساطة بين الثقافات والموارد البشرية والصحية بتراغونا. وبالتالي الإخوان والأخوات، هاد الناس اللي كيهدوا عمرهم ولسنوات العجاف من أجل خدمة الوطن تاعنا في الحقيقة والمواطن تاعنا اللي هما المغاربة. بغينا أولا السي الحسن بومخطاف اللي استضفنا هنا، وحنا كنعرفوه دائما من أهل الهمام، هو اللي انسان قام في هذا البلد هذا، واللي معروف على ان اليد ممدوده دائما لفعل الخير، دائما مرفوع الهامه يمشي، منتصب القامه يمشي ويمشي وبيده غصن زيتون، خدمه للاصدقاء كما للاعداء. وطوبى لمغربنا بمثل هؤلاء سفراء النوايا الحسنه. بغينا السي الحسن يتفضل ويعطينا له نبذه في عجاله على شخصه الكريم، فليتفضل مشكورا. بغينا السي الحسن يتفضل ويعطينا له نبذه في عجاله على شخصه الكريم، فليتفضل مشكورا. شكرا الأخ مصطفى، مرحبا بك كضيف وكأخ عزيز معنا هنا في تراغونا. معكم الحسن بومخطاف من مدينة القنيطرة، مواليد 1968. كانت الهجرة إلى الديار الإسبانية سنة 1990. كنت أقطن في عدة مدن بإسبانيا، منها ليريدا، مولوروسا، بيربوتش، وأخيرا جئت إلى مدينة تراغونا. وشنو هي المهمة نتاعك الآن سيدي الحسن في هذا البلد هذا الثاني؟ المهمة تاعي يعني وسيط ثقافي بين الموارد البشرية والصحية. اشتغلت في الميدان الصحي لمدة تزيد عن 20 سنة، وكذلك في مأوى للقاصرين. طبعا اشتغلت أكثر من تقريبا 15 سنة في هذا الميدان في مأوى القاصرين. السي الحسن، في الحقيقة هذا المقر اللي متواجدين به كان محجة لعدة زعماء ولعدة أبطال عالميين مغاربة ومثقفين وعلماء، وإحنا كنفتخروا أننا نكون من بين الضيوف الذين حللنا هنا مكرمين معززين، وسنرحل أيضا مكرمين معززين، لأن السي الحسن يتسم باتساع رحابة صدره وبكرمه الحاتمي ومحبته للمغاربة من الأعماق، فهو يعشق المغرب ملكا وشعبا، كأنه يهدي نفسه فوق طبق من ذهب لخدمة الشريحة الواسعة لإخواننا وأخواتنا المغاربة والمغربيات. السي الحسن، بغينا تعطينا واحد النبذة عامة على الشغل، على الإقامة، على الحالة نتاع المغاربة في عجالة في هذا الوطن الثاني. صراحة الوضعية الآن لا أقول مزرية، ولكن صعيبة بزاف بالنسبة للناس الوافدين، أكثرية منهم اللي كيجيو عبر قوارب الموت. بالنسبة للاندماج، منهم من يندمج
بسهوله، ومنهم لا يريد الاندماج. وما كاين اللي ما يقبلش الاخر، كاين اللي ما كيقبلش مش الاخر، الآخر. تتكون مشاحنات ومصادمات على العرق، على الديانه، يعني منهم افارقه، منهم كنلقاو مشاكل كثيره. يعني كنعمل جادا انني نعاونهم يعني باش الحصول على وثيقه تؤهلهم للحصول على اوراق الاقامه. وعموما الحياه الكريمه، عموما الحياه الكريمه هذا ما نتمناه لكل مهاجر مغربي. النصائح اللي كنقدموها لهم يعني مفيده جدا، منهم من يتبعها منهم من لا يتبعها. سيدي الحسن، كاين امور تحز في القلوب نتاعنا. حنا كنشوفوا الان واحد العدد كبير، شريحه واسعه من المغاربه الذين يفترشون الارض ويغطون السماء، ومنهم من يتسول. حاله مزريه غير مشرفه لا للكرامه نتاعو هو كشخص ولا للمغاربه. سيدي الحسن، كي كتشوف اوراق الاقامه واش معقده الى حد ما، ولا في ظل هذه الحكومه الجديده وقعت بعض التسهيلات؟ لان الاقامه كانت كتشترط على الاقل 3 سنوات، الان انتقلت الى 2 سنين. تم تسهيل يعني الحصول على اوراق الاقامه، بدل تكون 3 سنوات ولا 2 سنين، الا ان في هذه السنتين يجب على طالب الاقامه المرشح ما يرتكبش اي اخطاء بحال سرقه او قتل، لانه الا مشات تسخ الاوراق ديالو ما يشدش الاوراق، لانه كيكون عنده وخصو يتعلم اللغه. سيدي اللغه اول حاجه هي اللغه. بزاف منهم راه كاين اللي دوزنا 4 سنين 5 سنين وباقي ما تيتعلم تستر ديال اسبانيا. سي الحسن، شفنا باللي الاخوان المغاربه هنا منهم تجار تبارك الله، نعم، منهم ناس اللي عندهم خدمات مؤهلات كبيره. مثلا ريوس ولا واحد القريه اللي ولا مدينه اللي مجاوره لطراغونه، تبارك الله كتلقى عدد هائل، عدد لا يحصى من التجار المغاربه والمهنيين. ماشي هذا الشيء راه مشرف في الحقيقه؟ لا، في الحقيقه مشرف جدا. الحسن، بغينا تعطينا واحد الفكره اولا باعتبارنا مغاربه كنتبعوا لواحد الدوله اللي كنفتخروا بها واللي كاين ممثل هنا تاع وزاره الخارجيه اللي هي القنصليات والسفارات. كيفاش كتشوفوا هاد الممثلين تاع الاداره المغربيه بالنسبه للتعامل مع المواطنين؟ اوكي، نهضروا على دابا القنصليه اللي عندنا في طراغونه. يعني انا من العاده ديالي العام كنشكر شي واحد كنشكره بصدق. حنا عندنا هنايا واحد الانسانه، هاد الاخت اللي من نهار جات هنايا مد يديها للجميع. اذا تفضل عطينا الاسم تاعها. السيده اكرام شاهين. حنا كنقولوا الله يعمرها دار، تخدم بصدق، عندها واحد الاشاره فعلا. ممثلين غادي يكونوا عندنا في الجامعه، غادي يكونوا تشمل فيهم من الناس اللي عندهم يعني مستوى دراسي عالي، وغادي يساعدوهم، غادي يديروا يعني اللي عندهم اختراعات وغادي يديروا شي حاجه مزيانه. مقعد عندنا في الجامعه، يعني غادي تشجعوا البحث العلمي. غيكون عندنا مقعد ديال المغاربه هنايا، لان ما عمره ما كان 15 سنه هذه احتاجت السيده هذه مدام اكرام شاهين اللي يعني كتخدم بصدق. الفيستيفال اللي دارته لقى اقبال ناجح، وتنقول احسن فيستيفال اللي دار في العالم يعني في هذا الشيء ديال الفيستيفال. زعما نشكر من هذا المنبر السيده القنصل العام لمدينه طراغونه السيده اكرام شاهين، وكنشكروها شكرا جزيلا، وكنتمناو لها يعني تبقى معنا، ما سخيناش بها، ما نكذبش عليك، بغينا تبقى. الا كانوا كيعطيونا 4 سنين بغينا حنا 10 سنين تكون معنا. سي الحسن، اتضح على ان مثلا في طراغونه ولا غيرها، على ان كل ما كتكون شي تظاهره، كل ما كيكون شي مهرجان كيمثل المغرب او الثقافه المغربيه، الا وكيحضروا جميع الاطر والمسؤولين على مستوى الولايه. صراحه يعني فاش يكون عندنا شي تظاهره، وخصوصا عندما تكون عندنا حفل ديال الولاء ديال عيد العرش، تحضروا فيه ممثلين ديال الحكومه، ممثلين ديال الاحزاب، الناس ديال كاتالونيا كلهم كيجيو لعندنا. من يرجع هذا الشيء؟ هذا الفضل هذا كيرجع للسياسه الرشيده ديال سيدنا الله ينصرو، اللي كنتمناو ليه من هذا المنبر الله ان شاء الله الشفاء، وكنتمناو ان شاء الله زياره ديال سيدنا في اقرب الوقت
يجي يشوفنا هنايا في اسبانيا، الرعاية مرحبا تاعو. به ان شاء الله باذن الله. وتحنا ان شاء الله دابا نقوموا بواحد الزياره، واحد الوفد غادي يمشي من هنايا من طرابونه، وفد ديال المستثمرين ان شاء الله غادي يمشي مدينه طنجه ومدينه الدار البيضاء ومدينه الداخله باذن الله. الاخوان والاخوات، ختام كنشكروا السي الحسن لان استضفنا عنده في المكتب نتاعو واعطانا من الوقت الكافي رغم ان عندهم الالتزامات، واستقبل جريده اخبار الشرق في شخصي مديرها الاستاذ مصطفى الراجي اللي جاء من المغرب خصوصا لعقد مثل هذه اللقاءات. وبالمناسبه رحنا وقعنا واحد الشراكه بيننا وبين نفس المؤسسه اللي كيرأسها السي الحسن لما فيه خدمه البلاد والعباد. الاخوان والاخوات، وما ننساوش اننا نقدموا الشكر الجزيل لاحد رجالات الخفاء اللي كيعمل به الصمت، واللي كنعتبروه ايقونه الصوره ولا ايقونه ما يسمى بالسمع البصري، واللي هو فعلا مصور صحفي ممتاز بشهاده الجميع، اللي هو السيد احمد بن القايد. والدليل اننا اصبحنا متشبعين بالمعلومات والاخبارات اللي كينقرها لنا من القنصليه العامه او السفارات المغربيه بديار المهجر. احنا نقولوا له طوبى للمغرب بهذا الابن البار، وما هذا الشبل الا من ذلك الاسد. وقال لهم من ديك التمره، قال لهم ديك الشجره. احنا نتمناو السيد احمد بن القايد مقام سعيد ان شاء الله، ومزيد من العطاءات لانه متحمس اولا، والثانيا عنده واحد الغيره والمحبه لوطنه وملكه. وشكرا.